الرأي العام باسم عوائل الجريلا في إقليم الجزيرة الذين استشهدوا بالمواد المحرمة دوليا من قبل فاشية أنقرة بعد الهزائم المتتالية التي مني بها الجيش التركي في جبال كردستان أمام مقاومة الجريلا التي سطرت أروع آيات النصر بدماء الشهداء. وحاول أردوغان وبكافة صنوف الأسلحة وتقنيات الناتو من دفاعات جوية وطائرات مسيرة، وبالنتيجة لم يستطع الصمود أمام مقاومة الجريلا. وحتى يحقق نصر سريع لغاياته الانتخابية لجأ إلى استعمال الأسلحة المحرمة دوليا في عدة أماكن، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء الذين قصدوا الجبال للدفاع عن كرامة الإنسانية وإنهاء ظلم الطورانية واستبدادها. والغريب في الأمر ما يحصل أمام مرأى ومسمع العالم الأصم الأخرس، حيث تقوم تركيا بقتلنا بأسلحة الناتو وأموال أوروبا من هنا ومن خلال دار العدالة في قامشلو. وباسم أبنائنا الشهداء نناشد المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالتدخل الفوري لمنع استخدام هذه الأسلحة، وإرسال لجان مختصة إلى جبال كردستان للتحقيق في استعمال هذه الأسلحة، والكف عن تزويد تركيا بهذه الأسلحة المحرمة واستعمالها ضد إرادة شعبنا. وبالمحصلة ما تقوم به تركيا منافية لجميع الأعراف والأديان قوانين الأمم المتحدة التي تحفظ حقوق الإنسان. ونقول لأردوغان ونظامه القمعي بأننا سنظل خلف راية شهدائنا، ولن يهدأ لنا بال، ولن يستطيع شيء كسر عزيمتنا حتى يتحرر المجتمع الإنساني من قيود الظلم والعبودية. الموت لأردوغان ونظامه القمعي، النصر لإرادة الجريلا. مجلس عوائل شهداء إقليم الجزيرة 16/1/2023.